ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله ايه يا لوزة انت وهي؟ انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني والله. طبعا انتوا عارفين انا شغاله وكده، لسه جايه من الشغل، وقلت ايه اما اعمل للبنات كده صينيه كنافه. طبعا لما باجي من الشغل بقى بيبقوا ايه، لازم وانا جايه من الشغل اي حاجه حلوه. فطبعا انا كان عندي اكل طبعا من امبارح اللي انا كنت مصوره لكم، البطاطس والملوخيه وكده. ودلوقتي ايه، قلت اما اعمل صينيه كنافه. فانا كنت جايبه نص كيلو وانا جايه، وطبعا انا حطيت نص كيلو اهو، وحطيت معلقتين سكر عليه. المعلقة الحاجة البيضة دي كانت سكر، كنت معلقتين سكر. واللي في الطبق ده جنبي ده سمنة. تمام، هي كوباية سمنة، وانا دلوقتي هتشوفوا الكوباية وانا حطاها جنب الحاجة. هي بالظبط كوباية سمنة. تمام. آه. انا بصوا وراها لكم ايه اللي انا يعني ايه قطعتها بايدي. تمام. في ناس بتحطها في الفريزر وبتقطعها، انا بصراحة بعمل الحركة دي ساعات، بس لما بكون مثلا بعملها بالقشطة. تمام. لما بعملها بالقشطة فعلا بحطها في الفريزر، لكن كده لا. طبعا ما بحطش معاها مكسرات، لان الكنافة عند ابو تمارة مش باكلها بالمكسرات، بيحبها كده مقرمشة، بيحبها بوش. طبعا انا حطيت هنا من نفس كوباية السمنة، حطيت هنا في الصاج. تمام. بص ازاي انا مقطعاها. طبعا ايه بوزعها على الصاج كويس. بصوا انا بالطبق بقوم ايه، باخد بعضي بقوم دايسه بيها. طبعا انت بقى انت وحريتك، عايزه بايدك، بس انا ايه عشان ايه محدش يعني يقرف وكده. فانا بقيت ادوسها بالطبق، بقيت اعملها بالطبق يعني. بس اهو انا بصراحه بعملها من فوق، ما بعملهاش من الفرن. تمام. انا طبعا قلت لكم ابو تمارة بيحبها بوش حبه يعني حلوه. بصوا انا ايه اهو عماله احاول اضغط عليها جامد. تمام. وطبعا كل واحده وحريتها يعني، اللي عايزه تحطها في الفرن تحطها، اللي عايزه من فوق. بس انا بصراحه يعني انا بحب يعني ان انا اعملها من فوق. بس طبعا انا الشربات كنت عاملاه كان كوبايتين سكر. تمام. وكان كوبايه ونص ميه. وطبعا بسيبه على النار. طبعا انا مش بقلب خالص السكر خالص. تمام. يعني انا مش بقلب الميه، انا بسيبها كده عشان ما تسكرش. بسيبه لحد ما يغلي غلوتين او غلوه، وبقوم حاطه نص ليمونه. تمام. يغلي غلوتين تاني. تمام. بتاع حوالي 8 دقايق كده، وبقوم قافله عليه. طبعا الشربات انا بعمله قبلها عشان يبقى بارد، فاول ما جيت من الشغل رحت عاملاه. تمام. طبعا انا كده ايه بحاول احركها عشان تبقى على كل الجوانب، في النص وفي الجوانب وكله. طبعا زي ما قلت لكم انا بصراحه بحاول اخليها تاخد لون اكتر، ان انا ابو تمارة بيحبها بوش يعني، بحبها مقرمشه. بس طبعا يا حبايب قلبي محدش ينساني بالكومنت الحلو. وانا ببقى خدي بالك يا لوزة انت وهي، انا ببقى شايفاكم وانتوا بتشوفوا الفيديو، ومحدش بيدعيلي ولا بيقول لي اي كلمه حلوه في الكومنت ولا بيعمل لي قلب. طبعا يا لوزة انا قلت لكم كل دعوه هتدعوا لي ليكم المثل ان شاء الله واكتر. بصوا بقى، يعني انتوا هنا تعرفوا امتى ان هي خلاص كده اتعملت. لما بصي انا بهزها، بصي الكنافة بتتحرك، بصي هي في الصاج كده بتتحرك، فاعرفي ان هي كده خلاص اتعملت. طبعا انا عندي صاج تاني، حطيت برضو فيه من نفس كوباية السمنة اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو. تمام. انا رحت حاطه في الصاج التاني عشان طبعا اقلب. طبعا هحطه دلوقتي عليه واقوم قلبه ايه الصاج. طبعا بصراحة بقى يعني اعذروني، انتوا حتى هتشوفوا وشي دلوقتي والله يعني باجي من الشغل الحمد لله يعني. ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. طبعا ببقى نفسي اصور لكم يعني بصوت وانا في المطبخ، بس معايا تالة. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق يعني. بتبقى عايزة كل حاجة بتبقى عايزة تتكلم معايا في كل حاجة يعني. ربنا يرزق كل مشتاق. طبعا ايه انتوا هتحسوا ان هي هنا محروقة شوية، بس لأ، ان انا اصلا حاسة ان هي من الحروف فاتحة، انا كنت حابة ان هي تاخد لون تاني. تمام.
بس هي كده خالص يعني، عايزة اقولكوا مش محروقة خالص. طبعا انا هفضل برضو من الجوانب برضو لحد برضو ما الناحية التانية تتحرك، لحد ما الكنافة تتحرك. بصوا انا هقلبها تاني لان انا يعني، بصوا هقلبها عشان برضو اشوف الوش اللي تحت، عشان بصراحة احنا بنحبها مقرمشة. انا كنت ساعات بقوم قلبي على ناحية واحدة والناحية التانية دي مش بقلبها تاني، يعني الحركة التانية دي ساعات مش كنت بعملها. بصوا اهي. طبعا انا كده كمان حاسة ان هي فاتحة، بس في ناس بالنسبة لها كده حلوة، بس انا طبعا للأمانة حطيتها تحت الشواية تاني عشان ايه؟ طبعا تدي لون احلى يعني وكده. عايزة اقول لكم بقى الطعم ما اقولكوش، يعني حاجة كده، يعني حاجة كده لوز اللوز يعني زيكم كده تعمين انتوا. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكوا كده يا رب. ده كده الشربات. طبعا انا مش بسكرها قوي، انا بقى بحط الشربات على جنب. عوزنا انا والبنات نحط على جنب نحط، ما عوزناش خلاص يعني. طبعا عندي ابو تمارة بياكلها بشربات قليل يعني. بس طبعا ربنا يحسن يا رب ما بين ايديكوا كده يا رب ويصلح حالكوا. متنسونيش بالله عليك بالكومنت الحلو. طبعا كل لوزة او كل حاجة حلوة فيكوا يا رب تقعد لكوا، اللي هيقول لي كلمة حلوة ان شاء الله تقعد له. طبعا انا بقطعها اهو، انت بقى على حسب تقطيعتك انت. انا بقطعها اهو حاجة ايه، حاجات بسيطة. اهو طبعا انا جبت لبن معايا وانا جاية، ان احنا بصراحة بنحبها بلبن يعني. لو جربتوها بلبن جميلة، جميلة تحفة بجد. بصي يا لوزة، اهي بصي، حاجة كده يعني فاخر من الآخر. اه بصي تلا واقفة اهي. بالله عليكي يا ماما عايزة حتة كنافة، بالله عليكي يا ماما، بالله عليكي صوريني اكلم الناس بالله عليكي. يعني ربنا يهديها يا رب ويهدي اختها كده يا رب ويرزق كله مشتاق. بصوا وشها عامل ازاي الكنافة، جميلة. عايزة اقول لكم قسما بالله كان طعمها تحفة تحفة. بس انا حطيت اهو معلقتين عسل، وهحط بقى اللبن، نحط اللبن. طبعا اللبن يعني ايه ما تخلوش سخن، اللبن حطوه بارد. يعني انتوا طبعا تكونوا غالينه وتكونوا سايبينه كده، لان لما بتحطوه سخن والكنافة سخنة بيشرب الكنافة على طول، فاهمة؟ مش بيبقى لها طعم. لكن لما بتسيبوه كده بيبقى طعم قوي. بصوا، والبص الكنافة تحسي ايه ان هي مقرمشة جميلة. بصوا وشي عامل ازاي تعبانة قسما بالله، كنت جاية بقى من الشغل عايزين حاجة حلوة، عايزين حاجة حلوة. بس ألف أنا وشفا على قلبهم يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديكوا يا حبايب قلبي، ومتنسونيش بالكومنت الحلو، ويصلح حالكوا يا رب ويبعد عنكوا أي حاجة وحشة. وطبعا أنا أختكوا، ولو في أي حاجة في الفيديو عرفوني، وعايزاكم تقفوا جنبي. واللي يشوف الفيديو يا اخواتي محدش يمشي الا ما يعمل لي قلب، وان شاء الله يكتب لي كومنت حلو. مع السلامة حبايب قلبي.